احنا بقى ما بنلاقيش تماثيل ابو لهب، ولا بنعمل متحف فكة، ولا بنركبه تصنيع. تاريخنا مش محتاج حد يكلمنا عنه، لان احنا عارفين تاريخنا كويس قوي. ويا اللي في بالي، يا اللي فاكر نفسك لقيت تمثال باهوبالي، ده ممكن يا ابني يطلع من ضمن الاصنام اللي كان جدك بيعبدها زمان قبل الاسلام. المهم ملناش دعوة بغيرنا، وخلينا نتكلم على بلدنا. المتحف المصري الكبير، 20 سر أول مرة هتعرفهم. النهاردة هنتكلم عن مكان كل العالم مستني يشوفه، مكان بيحكي تاريخ حضارة عمرها آلاف السنين. النهاردة هنتكلم عن المتحف المصري الكبير. المتحف ده مش عادي، ده أضخم متحف في العالم. تخيل، مش بس كده، ده مخصص لحضارة واحدة بس، اسمها حضارة مصريات، حضارة الفراعنة. المكان نفسه على بعد خطوات من الأهرامات، وكأنك داخل من بوابة الحاضر للماضي العظيم. تعالوا بقى أقول لكم 20 معلومة محدش هيعرفها ولا يحكيها غير العبد لله. يلا بينا. 1. المتحف على بعد خطوات من الأهرامات، كأنك ماشي من بوابة الحاضر للماضي العظيم. 2. ده أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، الحضارة المصرية القديمة. 3. في أكتر من 100,000 مش واحدة، وعاملين عليها حفلة، قطع أثرية من عصور مختلفة في التاريخ المصري القديم. رقم 4. كل كنوز توت عنخ آمون معروضة لأول مرة بالكامل في مكان واحد بس، بعد ما استرديناها من جميع المتاحف. رقم 5. تصميم المبنى معمول على شكل مثلثات تناسب شكل الأهرامات، عشان تحس إنك داخل حضارة، مش مبنى كده وخلاص. رقم 6. مساحة المتحف حوالي 500,000 متر مربع، يعني حاجة مرعبة مش حاجة ضخمة. لو خلينا في رقم 7. في مركز ترميم ضخم، هو الأكبر في الشرق الأوسط، بيصلحوا فيه الآثار بأيادي مصرية 100%. اللهم لا غرور. الافتتاح الرسمي يوم 1 نوفمبر 2025، وبعدها هيبدأ يستقبل الزوار عادي جدا. رقم 9 بقى، الدرج الكبير اللي جوه المتحف بيطل على الأهرامات بشكل متوازي، يخطف العين ويخطف القلب. أما بقى رقم 10، في قطع أثرية عمرها آلاف السنين هتتعرض لأول مرة في التاريخ قدام الزوار والعالم كله، وكل وكلاء الأنباء العالم والرئاسات. رقم 11 بقى، تصميم المبنى بيحافظ على درجة الحرارة عشان الشمس ما تأثرش على الآثار بتاعتنا. رقم بقى 12، العرض جوه المتحف متقسم لمراحل التاريخ المصري كله، من قبل الأسرات لحد العصر الروماني. رقم 13 بقى، في تمثال ضخم جدا للملك رمسيس الثاني واقف في قلب المتحف، أول حاجة بتشوفها وانت داخل عندنا المتحف. رقم 14 بقى، في منطقة تعليمية للأطفال بتخليهم يتفاعلوا مع الحضارة بطريقة ممتعة جدا. رقم 15، فكرة المتحف بدأت من التسعينات، لكن التنفيذ الفعلي بدأ من بعد مسابقة عالمية للتصميم. رقم 16، التصميم بتاع بيراميدز لهواية مصر، مزيج بين العرب والحداثة والتاريخ والماضي والمستقبل. رقم 17، في تقنيات عرض تفاعلية كده، واقع افتراضي، هتعيش جوه التاريخ بنفسك وتشوف الأهرامات كانت بتتبني ازاي في عالم 4K. رقم 18، الدولة جهزت كل الطرق والمحاور حوالين المتحف مخصوص علشان اللي هيحصل والافتتاح اللي هيهز العالم كله. رقم 19 بقى، تقدر تحجز التذاكر اونلاين من الموقع الرسمي وانت في بيتك، سهلة بسيطة، تاريخنا. رقم 20 بقى، واهم حاجة، وانت جوه المتحف مش بس بتتفرج على آثار،
انت بتعيش رحلة زمنية حقيقية ترجعك لآلاف السنين لورا. وده كان أول جزء من المتحف المصري الكبير، بس لسه بقى في حاجات أكتر بكتير محدش يعرف عنها لحد دلوقتي حاجة، وهتتعرض فيها بقى قاعات لسه محدش دخلها، فيها أسرار لسه مستنيين نكشفها ونعرفها سوا. تمام. فلو حابب تعرف وتتعرف اشترك دلوقتي قناة بتاعت اخوك اللغز الاخير، واضغط على لايك واشتراك وشير الفيديو عشان يوصل لكل الناس. We are Egyptians, not Arabs. We are the descendants of the ancient Egyptians and the owners of the greatest civilization in history. We are the owners of the land. We are the greats, the descendants of the greats.